يا أهلا بيكم. في سؤال كده ساعات بيجي في بالنا كلنا، اللي هو أنا بعمل مجهود كبير قوي، ليه مش شايف نتيجة؟ السؤال ده بيتكرر كتير. أو يمكن السؤال التاني ده الأعمق شوية، هو شكل النجاح اللي أنا حاطه في دماغي ده، هو ده الصح أصلا؟ تمام. المصادر اللي معانا النهاردة يعني بتحاول تدخل في الحتة دي بالذات، فكرة إن النجاح الحقيقي ممكن شكله يختلف عن الصورة النمطية. بالظبط، مش هدف بنوصل له وخلاص. لأ، كأنه رحلة بنعيشها أكتر وبتبدأ من جوانا الأول. إيه رأيك؟ جاهزين ندخل في الأفكار دي؟ جاهزين طبعا. هو زي ما قلت المصادر مش بتقدم وصفة سحرية أو كتالوج خطوات نمشي عليه. لأ خالص. لا، هي مجموعة أفكار أو ممكن نسميها أسرار زي ما المصادر بتقول. بتركز قوي على اللي جوانا، إزاي التغيير يبدأ من الداخل. دي نقطة مهمة فعلا. مش نستنى الظروف تتحسن أو حد يزقنا. خلينا نشوف أهم الأفكار دي بتقول إيه. طيب، أول فكرة لفتت نظري جدا ويمكن هي الأساس، إن أول خطوة للنجاح لازم تيجي من جوه، قرار داخلي كده، واعي. قرار منك أنت. أيوة، مش لما الدنيا تبقى تمام أو الظروف مثالية. يعني المصادر حتى ضربت مثال واضح قوي. بتاع المشروع ده. بالظبط. حد يبدأ مشروع بحماس يعني جبار، يشتغل 3 أيام ورا بعض بكل طاقته حرفيا. وبعدين. فجأة تلاقي الحماس ده كله راح والمشروع يقف. الفكرة هنا إن الدافع لو خارجي أو مجرد حماس مؤقت كده، مش هيكمل، بيطفي بسرعة. للأسف وهنا بقى بتدخل النقطة التانية اللي المصادر ركزت عليها قوي: الالتزام. الالتزام. آه يمكن كلمة التزام دي تبان تقيلة شوية أو مش جذابة زي كلمة شغف. فعلا الشغف شكله أحلى. بالظبط. لكن المصادر بتقول إن على المدى الطويل الالتزام ده هو اللي بيعمل الفرق بجد. مش شرط أذكى واحد أو أكتر واحد موهوب هو اللي بيوصل للآخر. لا خالص. لا، اللي عنده القدرة إنه يكمل حتى لما الحماس يقل أو الدنيا تصعب، اللي بيستمر لما الباقيين يكونوا وقفوا. دي حقيقة، الاستمرارية دي هي الكلمة السحرية يمكن. طيب، وده بيخليني أفكر في نقطة تانية برضو قوية جدا، المصادر اتكلمت عنها. إيه اللي هي؟ اللحظة الصعبة دي، اللي بنوصل فيها لحتة بنحس إننا خلاص جبنا آخرنا وبنقول لأ كفاية، أنا مش قادر أكمل. اللحظة دي كلنا بنمر بيها. المصادر بتقول إن دي بالذات، اللحظة دي هي النقطة الفاصلة. لو عرفنا بس يعني نزق نفسنا بعدها، نكمل حتى لو خطوة واحدة صغيرة زيادة، ياه. غالباً بنلاقي نتائج مختلفة تماماً. ناس كتير قوي بتستسلم قبل خط النهاية بحاجة بسيطة جدا. للأسف، وهم مش عارفين كانوا قريبين قد إيه. بالظبط. وده بيفتح كلام مهم عن قيمة التعب نفسه، المجهود المبذول ده. المصادر استخدمت تعبير عجبني قوي: اللي هو إيه؟ قدر تعبك هو اللي بيحدد طعم نجاحك. الله، حلوة دي. يعني كل ما المشوار كان أصعب والتعب أكتر، كل ما الإحساس بالإنجاز في الآخر بيكون أحلى وأعمق. منطقي جدا. والمشاعر بقى اللي بنخاف منها دي، زي الإحباط أو القلق أو حتى الإرهاق الشديد، المصادر مش بتشوفها أعداء. أمال إيه؟ لأ، ممكن تكون هي دي الوقود اللي بيحركنا أصلا، اللي بيخلينا نكمل ونثبت لنفسنا إننا نقدر، بدل ما نهرب منها. نتعامل معاها كجزء طبيعي من أي رحلة نجاح. يعني ما نستسلمش للمشاعر دي. لأ، نستخدمها لصالحنا. طيب، جميل. بس مع كل المجهود ده والالتزام والاستمرارية، هل ده معناه إن الواحد المفروض يعمل كل حاجة ويجرب في كل اتجاه؟ يبقى ماشي يخبط في كل حتة؟ لأ، وهنا بتيجي بقى فكرة مهمة قوي برضو المصادر بتطرحها: قوة التركيز. التركيز. بالظبط. بدل ما الواحد يشتت طاقته ومجهوده في ألف حاجة ويعمل كل حاجة نص نص كده بشكل سطحي ودي غلطة بنقع فيها كتير. جدا، المصادر بتنصح بالتركيز العميق على حاجة واحدة. تختار معركة واحدة بس وتوجه لها كل طاقتك ومجهودك وتركيزك لحد ما تحقق فيها نتيجة بجد، نتيجة ملموسة. يعني العمق أهم من الانتشار؟ بكتير. المصادر بتقول إنك تكسب معركة واحدة بعمق أحسن بكتير من إنك تخوض معارك كتير وتطلع منها كلها خسران أو بنتيجة ضعيفة. فهمتك، يعني نختار صح ونركز. تماماً. يبقى كده لو حبينا نلخص الأفكار الرئيسية دي، ممكن نقول إن النجاح مش مجرد محطة وصول بنحتفل بيها شوية وبعدين خلاص. لا، هو أبعد من كده. هو أقرب لعملية مستمرة، رحلة داخلية بنتعلم فيها عن نفسنا أكتر، بنختبر قدراتنا وبنحتفل بالانتصارات الصغيرة دي، انتصاراتنا على مخاوفنا وعلى ترددنا كل يوم. بالظبط. وفي جملة المصادر ختمت بيها بتلخص كل ده: اللي هي أنا لسه مكمل ومش هقف. جميلة، فيها إصرار كده وتحدي. فعلا،
الرحلة دي نفسها التطور اللي بيحصل في شخصيتنا وإحنا ماشيين فيها، إصرارنا ده، هو ده ممكن يكون شكل من أشكال النجاح الحقيقي. هو ده النجاح يمكن. ممكن جداً. والمصادر كمان بتقترح تمرين ذهني حل، إن الواحد يفتكر المواقف اللي كان فيها خلاص على وشك يستسلم تماماً، لكن لسبب ما قرر يكمل. ونفكر ليه كملنا وقتها. بالظبط. إيه الدافع اللي خلانا ناخد الخطوة الزيادة دي؟ مجرد استرجاع اللحظات دي والتفكير فيها ممكن يدينا دفعة وقوة للمستقبل. فكرة ممتازة كتمرين نفكر فيه بعد الحلقة. فعلاً. نتمنى تكون الأفكار دي لمست معاكم وفتحت شوية تفكير جديد حوالين مفهوم النجاح والرحلة الشخصية بتاعتنا. أكيد. بنشكركم جداً على وقتكم ومتابعتكم. لو وصلت للنقطة دي فأنت مش شخص عادي، أنت واحد من القلائل اللي بيدوروا على التطور الحقيقي. فاكر دايماً التغيير بيبدأ من قرار بسيط وأنت لسه واخده دلوقتي. ما تنساش تشترك وتسيب بصمتك في الكومنتات علشان الرحلة دي ماشية بينا سوا. استناني في الفيديو الجاي، وافتكر دايماً أنت مش لوحدك وأنت أقوى مما تتخيل.